السلام عليكم يا شيف، السلام عليكم البنات. مبروك عواشركم. معكم هشام. غنعطيكم واحد الحلوه ديال الكاوكاو. حنا في الشمال كيقولوا ليها حلوه البيان ولا حلوه متشوينه. المقادير فيها عندنا 1 كيلو ديال كاوكاو محمر بقشور ومطحون مزيان. عندنا 4 كيلو ديال السكر كلاصي مغربل. عندنا واحد المعلقه كبيره عامره قرفه بومبي. عندنا واحد المعلقه كبيره نافع مصهد ومطحون. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هو مصهد ومطحون. عندنا 2 كيسان صغار ديال الزيت. عندنا الطحين حسب الخليط. المهم حتى كتجمع وتقريبا حتى هي هزات ليا شي 600 غرام. والتفناد عندنا سكر كلاصي كنغربلوه مزيان شي 2 خطرات. كنغربلوه السكر كلاصي باش كيجي بحال الرمله على سميتو، كيبان على الحلوه وكيشد كيبقى لاصق. شحال ما غربلناه كيجي لاصق على الحلوه، واخا هزيتيها كيبقى لاصق. وكويرطات عندنا مربعين، هانتوما غتشوفوهم خاص بهاد الحلوه. هادوك القويرطات كنشدوهم وكان كيكونوا مربعين، كنشدوهم كنطويوهم على 2 قنت على قنت، كنحصلوا على واحد المثلث. وداك القنت ديال المثلث كنبقاو نقطعوا من لا بوينت، غنقطعوا واحد التقطيعه حتى لديك الزواقه. من بعد كنقطعوا على اليمين شي 4 ديال التقطيعات ولا 3 اللي بغيتو، 3 ولا 2 اللي بغيتو. وعلى اليسار عاوتاني كنقطعوا 3 ديال التقطيعات حتى هما غير الديكور وصافي. من بعد كنطلقوا داك المربع، كنطلقوه وكنخليوهم حتى نحتاجوهم، وديك الساعه نقول لكم كي غنديروا ليها. المهم في الاول كنهزو واحد السوبيه كتكون ولا شي بواطه ديال بلاستيك عندها الغطاء. من احسن هاد الحلوه كي كنخدمها انا كنديرها في الاول، كنديرها في ديك السوبير، كندير الكاوكاو ديالي كيكون مطحون مزيان، وكندير فيه القرفه والنافع وحبه حلاوه كيكونوا مطحونين، وكنخلطهم مزيان، كنبسوهم مزيان بيدي، كنخدمهم مزيان وكنخليهم يتشربوا ديك الاقامه على الاقل شي 4 ساعات. انا دائما دابا البارح درتها بالليل، هاد العمليه درتها بالليل، كنخدمها بالليل كنبسو مزيان باش كيجي الكاوكاو منسم ديك القرفه وسميتو ديك حبه حلاوه والنافع. وكنسدو الا ما عندكم شي، المهم شي سوبير كتسد دي غطيوه بالسلوفان، كاين حتى مشكل. المهم كل وحده الطرق كتار. منين في الصباح ان شاء الله كنشدو واحد القصريه كنديروا فيها الزيت ديالنا والسكر كلاصي، كنخلطوه مزيان، كنخدموه مزيان. عاد كنزيدو داك الخليط ديال الكاوكاو اللي نسمنا، وكنبقاو نخدمو بالكف ديال اليد، نخدمو مزيان حتى كيندمج كلشي داك الخليط. ديك الساعه كنزيدو الطحين شويه بشويه حتى كتجمع لينا، وكنشدو البلون ديال الطرافاي ديالنا سواء طابله ولا سيلبات ولا اللي عندكم، كنرشوه بالطحين وكنهزو العجينه شويه من العجينه وكنطلقوها بالمدلك. اللي ما عندوش سيلبات ولا شي حاجه يمكن يطلقها على بين 2 ميكات. ديك الساعه كنطلقوها بالمدلك تكون غليظه شويه باش حيت هاد الحلوه كتجي شويه غليظه. ملي كنطلقوها غليظه كنهزو واحد المطبع عادي مدور وصغير شويه قد هذا اللي غتشوفوا دابا في هذيك الحلوه. كنقطعوا الحلوه ديالنا عادي وكنحطوها في الطاوه تكون مفرشه بابي كويسون. وديك الساعه
ندخلوها للفران طيب على عافية مهيلة، ما كتحتاج حتى هذه ما كتحتاج في الطياب، راه دغيا كطيب عافية مهيلة وما خصناش نغفلوا عليها. تكون مذهبة ونحيدوها ونخليوها تبرد تماما في الطاوة، ما نحركوهاش تتبرد. من بعد كنهزو السكر ديالنا كلاصي اللي غربلنا مرات ومرات وكنديروه في الصفايه، ومن بعد كندردرو على ديك الحلوه اللي في الطاوه كامله، كنغربلو داك السكر كلاصي حتى كنكملو. ومن بعد كنهزو دوك الكوبيرطات مربعين وكنجيبو داك القنوت اللي ما مقطعناش، كنحطوا الكره ديالنا في الوسط وكنطويو عليها دوك القنوت اللي ما اولا كنحطوا القنوت اللي ما مقطعينش على الحلوه، كنحطوا الاول اللي من جهتنا، من بعد كندير اللي مقابلنا، من بعد كنلويو الجناب اللي مقطعين على اليسار وعلى اليمين بحال شي بونبون، كنلويو بحال شي حلوه. وبالصحه والراحه كتجي غزاله وكتجي من السماء، وكتعطي هاد الحلوه تقريبا كتخرج شي 120 وحده وكتبقى غزاله. هي كتقدم حنايا في الشمال كيديروها الاغلبيه كيديروها في اعياد الميلاد، في السبوع، في اي مناسبه كيديروها، في بالنسبه للعيد اي مناسبه اي دار كتلقاها كدير هاد الحلوه بالصحه والراحه.